السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة شير نوليدج. النهاردة استمرار للكورس اللي احنا بنتكلم فيه على الكي ان اكس. الفيديو النهاردة رقم 21 هنتكلم على كي ان اكس بروجرامينج. لو انت عايز تتعلم البرمجه بتاعه الكي ان اكس، طبعا احنا استمرار في سلسله الفيديوهات دي، احنا عارفين ان هي سلسله مفتوحه معانا، لسه بقى فيها مواضيع كتير جايين فيها واحده واحده. بس لو انت عايز تتعلم البرمجه بتاعه الكي ان اكس، خليني اقول لك ان احنا كنا عاملين برمجه الكي ان اكس فيرتشوال في الفيديو رقم 10 و11 و12، تقدر ترجع لهم عشان تقدر تكمل معانا السلسله دي، لان الفيديو بتاع النهارده ده هيبقى موجه لاي حد عايز يتعلم البرمجه بتاعه الكي ان اكس، سواء كان سايت او سواء كان تكنيشن. واحنا عارفين ان طبعا البرمجه بتاعت الكي ان اكس في وظائف تحديدا مثلا في دول الخليج بيكون طالب ان هم محتاجين كي ان اكس بروجرامر. خلينا قبل ما نبدا واشرح لك التفاصيل، خلينا اقول لك ان احنا كشير نوليدج عندنا تريننج سنتر، وبنقدر ان احنا نعمل كورسات سواء بقى بيزك ادفانسد اتش فاك، دي ما عندناش فيها اي مشكله خالص. وكذلك كمان احنا بنعمل كورسات كاستمايز على حسب احتياج العميل، وبنعمل خدمه استشارات هندسيه، وبنعمل كورسات برمجه لو انت عايز برضو تخش ديبلي في البرمجه. خلينا نرجع نكمل الفيديو بتاعنا. الموقع اللي انا جاي اكلمك عليه النهارده هو الموقع بتاع اي بي بي، وده الصراحه اقوى موقع انت ممكن تتعلم منه برمجه. ليه بقى؟ لان الموقع بتاع اي بي فيه شرح بالتفصيل الممل لكل حاجه ليها علاقه بموضوع الاجهزه. لو انت دخلت على قناه اليوتيوب بتاعتهم برده كذلك هتلاقي بلاي ليست فيهم تقريبا شرح، يعني تقريبا اقل فيديو فيهم حوالي نص ساعه، بس شرح رهيب بتعمق كبير جدا جوه الاجهزه. لو انت دخلت على الويب سايت وخدت اي بارت نمبر ودخلت على الويب سايت بتاعهم، هتلاقي برده كذلك الدوكيومنتيشن، كل الدوكيومنتيشن او كل الدوكيومنتس المتعلقه بالاجهزه، حتى كذلك برده دوكيومنت ليه موضوع البرمجه. لو انت بتحب تقرا مثلا، مش عايز تسمع فيديوهات، او عايز مثلا تاخد الدوكيومنتيشن دي او الدوكيومنت ده كمرجعيه بالنسبه لك في اي وقت، مثلا انت في السايت ولا اي حاجه مش هتعرف تفتح فيديوهات، هتلاقي لا الصراحه الموضوع هيفرق معاك جامد جدا. هتيجي تقول لي طيب لو انا شغال مثلا اي حاجه تانية غير اي بي بي، شنايدر مثلا، سيمنز، جي في اس، ايا كان، خليني اقول لك ان الكونسبت واحد، واحنا كلنا عارفين ان الكونسبت واحد والستاندر واحد. انت مثلا هتلاقي الجروب اوبجكت هنا باسم، ممكن تلاقي الناحيه الثانيه باسم، بس هتلاقي مثلا نفس اللينس، هتلاقي كل الداتا تايبس بتاعته كلها واحده، مش هتلاقي اي اختلاف خالص. فصراحه الموقع ده جربه وان شاء الله هتدعي لي، لان هو فرق معايا جدا في بدايه الكارير بتاعي، واعتقد ان هو ان شاء الله هيفرق معاك وهيساعدك ان انت تطور من نفسك بطريقه قريبه. طبعا لو انت محتاج بقى اي خدمه اخرى، مثلا محتاج اي استفسارات، محتاج اي حاجه، ما تنساش بقى يعني انت ممكن تكلمنا من خلال وسائل التواصل بتاعتنا. وكذلك قول لنا رايك في الكومنتات، واستنى الفيديوهات الجايه في البلاي ليست دي. اشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. سلام عليكم.